الصحفي والكاتب جلال طالب عبد حسون من مواليد الحلة عام 1982. أصدر في العام 2000 مجلة طلابية، وهو طالب في إعدادية الجهاد للبنين في الجمعية. وبدأت مسيرته الصحفية بعد أن واظب على حضور أمسيات اتحاد الأدباء والكتاب في بابل وجمعية الشعراء الشعبيين، وجلس وخالط الأسماء الكبيرة من روادها ومؤسسيها. نشر أول مقال له في جريدة الجنائن الأسبوعية التي تصدر عن محافظة بابل، ونشرت له كتابات وموضوعات في مجلة الكوثر النجفية الشهيرة. طمح مع اثنين من أصدقائه إلى دراسة اللغة العربية في الجامعة، لكنه تخلف عنهما ورضي بدراسة هندسة الميكانيك في المعهد التقني في بابل، والذي عمد خلال أيام دراسته إلى إصدار مجلة أقلام الطلبة، والتي لقيت شهرة واسعة في عام 2001. حرص على اقتناء الكتب والصحف وحفظ القصائد وحضور الأماسي التي أسهمت في نمو عربيته الفصحى وزادت في نمو كتاباته. في عام 2006 شق طريقه نحو السفر خارج العراق، متجولا يشرب من ينابيع الأدب والصحافة وحب التعلم، حتى صار يتغذى في بلد ويتعشى في بلد آخر، متخذا من علاقاته التي تميز بها سبيلا للتواصل. كما كانت هوايته منذ الصغر المراسلات وتبادل المكتوبات الورقية. درس الإعلام في بيروت، متخذا من مركز دراسات عراقية الذي أسسه عالم الاجتماع فالح عبد الجبار منطلقا له، حيث شارك في دبلوم الصحفي الشامل الذي تخرج منه عام 2009، مشاركا كبار الشخصيات الصحفية في الدراسة والعمل. في عام 2007 وقع عقدا ليكون مراسلا لقناة العراقية الفضائية، والتي بحسب قوله سرقت منه جهدا وعمرا كان يجب أن يكون في محله الصحيح حتى استقالته منها عام 2014، ليقرر ترك العمل الصحفي والتوجه للعمل في مجال إدارة الأعمال، متفرغا لدراسة البكالوريوس في العلوم الإدارية. في عام 2018 عاد للإعلام مسؤولا في مركز العلامة الحلية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ثم انتقل بعد ذلك مراسلا لقناة كربلاء الفضائية. الصحيفة همه وشغله ومحبوبته التي ما برح حتى عاد للكتابة فيها، وهذه المرة موثقا لسيرة زملائه الصحفيين كأول سلسلة من نوعها في مجال الحوار، فاتخذ من بابليون صفحة. بعد ذلك سلط الضوء على الفنانين والأدباء ليصدر سلسلة حوارات صحفية مطبوعة على شكل كتب، وأحدثت طفرة نوعية أشير لها من قريب وبعيد. إعلاميون في المقدمة كتاب رابع كرم فيه مجموعة من الإعلاميين الشباب الذين أسسوا لمنجز إبداعي فريد بحسب وصفه، ومكنوا المؤسسات الإعلامية من العودة للواجهة. كتب الشعر الشعبي في بداياته، ولكن بدون سابق إنذار عمد إلى حرق كل كتاباته، مبتعدا كل البعد عن العامية، ولكنه ما زال يحتفظ ببعض سطور كتبها، وقد تكون كتاباته للشعر الشعبي وراثة عن والده الذي كتب الشعر الشعبي كثيرا. يقول جلال: أمي أثرت بي كثيرا وساهمت في صقل شخصيتي، مضافا إليها الصديق الذي لعب دورا في نمو مواهبي، ولدي الكثير من المشاريع الصحفية التي أحاول جاهدا لتكون 100 كتاب على الأقل. عمد إلى تكريم بعض كبار الصحفيين العراقيين من خلال إقامة احتفالات لهم، من بينهم الصحفي عباس خليل العاني وحافظ مهدي ماجد. يعمل على تأسيس منبر رقمي صحفي
يتولى إعطاء دروس في مجالات أخلاقيات مهنة الصحافة وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات التي تسهم في تحقيق جيل صحفي محترف.